الأجازة ابتدت والشقاوة بقت من العيار التقيل. تعملي ايه بقى علشان تنزلي الولاد من على ودنك شوية وفي نفس الوقت يبقوا بيلعبوا وبيتبسطوا، مش قاعدين ليل نهار قدام التليفونات؟ في حدود امكانياتك والمتاح. لازم يكون في مكان الولاد يخرجوا فيه طاقتهم، زي نادي او مركز شباب او جنينة جنب البيت او حتى جنينة جوه كومباوند، يركبوا عجل، يلعبوا كورة، يعملوا سكيتنج اللي كل العيال دلوقتي بقت مجانين بيه. ممكن تقابلوا قرايبكوا او صحابكوا وتروحوا كيدز اريا، وممكن في يوم تنزلي مع الولاد فيه وتتمشوا وتاكلوا ايس كريم سوا. ممكن لو عايزه تخسي او تزودي لياقتك انزلي معاهم وتمشي واجري حواليهم، وممكن تخليهم يعملوا معاكي سباق وهيكسبوكي كده كده طبعا. اي حاجه متناسبه مع نظام حياتك وتقدري تعمليها معاهم. المهم انهم في اجازه، ولازم توفري مكان او طريقه لاستيعاب الطاقه دي عشان ما يفضلوش قاعدين قدام التليفونات ليل نهار، وعلى طول طبعا هيبقوا سهرانين وهيناموا الصبح ويصحوا لك بالليل، والدنيا طبعا هتبوظ خالص. شاركوني واكتبوا لي في الكومنتس عن افكار حلوه ممكن نعملها علشان الولاد ما يزهقوش ويقضوا وقت حلو في الاجازه. وانا عارفه انكم ما تتوصوش، بس ما تنسوش الفولو واللايك والشير والحاجات اللي انتوا عارفينها.